السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب كده متجمعين ان شاء الله مع بعض، ما حدش يغيب ابدا عن لمتكم ابدا يا رب، ويزيدكم ما ينقصكم احنا وكل اللي سمعنا ويقول امين اللهم امين. دي سفرتنا كده اللي حضرناها قبل الفطار بساعة بالظبط. الوقت دخل علينا، سهلة وسريعة وبسيطة. انا طبعا كنت عاملة حسابي هعمل اكل، بس الوقت دخل عليا فروحت عملت الاكلة السريعة دي، وبسم الله ما شاء الله جميلة وشكلها يفتح النفس ومش مكلفة خالص. وتعالي بقى كده نشوف عملناها ازاي وحضرناها في وقت قد ايه. بس تعالي نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجه كده عملناها دي مكرونه اسباجيتي اهي، طلعناها وهنسلقها بطريقه سهله جدا ومن غير زيت من غير اي حاجه خالص، هي بميه وملح بس. هتشوفي معانا دلوقتي وهتشوفي النتيجه بتاعتها برضو وهتعجبك ومش هتاخد معاكي وقت على النار. دي كده ممكن تكسريها وممكن تحطيها كده سليمه، انا بكسرها اتنين بس، يعني بقسمها نصين اهو، وبحط الملح على الميه ومن غير زيت زي ما انت شايفه كده. بتغلي معانا غلوه واحده بالظبط، وبنجي طافين عليها وبنغطي الغطا زي ما انت شايفه كده. بتبقى حلوه جدا جدا وما تخليهاش تتهري منك على النار. بصي عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله اهي، جميله جدا ومرضيه. بصي زي ما هتشوفيها في بدايه الفيديو. انا ما بحطش يا جماعه للمكرونه زيت في السلق. كده اتسلقت معانا المكرونه، بقى هنصفيها وفي نفس الحله برضو هنعمل التسبيكه بتاعتها. حطينا هنا في الحله دي شويه كده من الزيت على حسب الكميه اللي انت هتعمليهم، وبصلايه كده صغيره. انا مش عامله الا نص كيلو مكرونه بس عامله يعني الصلصه كتيره شويه علشان خاطر ممكن اشيل منها طبق في الفريزر ينفعني في وقت اكون انا مثلا مش فاضيه فيه. معانا التوابل بقى هنا اهي، بعد ما حطينا البصله ودبلت معانا هنحط كمون، كزبره، فلفل اسود، بابريكا، حبه 7 بهارات برضو، كل حاجه كده، ونص معلقه نص معلقه علشان الكميه زي ما قلت لكم. وشويه شطه، ما ننساش الشطه لو انت عايزاها حاميه. عايزاها من غير شطه خلاص ممكن تستبعديها، الشطه دي اختياري. ضربنا كده القوطه في الخلاط وصفيناها بالمصفى زي ما انت شايفه كده. انا ما بعملش يا جماعه الطماطم من الخلاط، لا لازم بصفيها. وبتحطي نص معلقه سكر علشان تعادل حموضه الطماطم. تعالي بقى اوريكي المكرونه بتاعتنا عامله ازاي. بصي ما شاء الله غلوه واحده بس اهي. كده يعتبر المكرونه الصلصه على النار والمكرونه خلصت كده، اول طبق خلص معانا. هنعمل بقى الطبق التاني اللي هو كبد وقوانص. دوت حوالي كيلو الا ربع او كيلو كبد وقوانص بالظبط، حوالي كيلو او كيلو الا ربع، هي في الحدود دي. ده كده كبد وقوانص، ودي فلفل حامي وفلفل الوان. والتوابل معانا حطينا هنا معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي. عايزه تعمليها بزيت بس مفيش مشاكل، عايزه تعمليها بسمنه بلدي براحتك عادي جدا، بس انا بحب فيها طعم السمنه البلدي بتبقى حلوه جدا جدا. هنضيف الاول كده لا اله الا الله. هنحط الاول القوانص عشان القوانص دي بتبقى جامده معانا شويه، وبتسيبيها لحد لما تغير لون، ما تقلبيهاش غير لما تغير اللون بتاعها. ولازم تكوني حطاها على سمنه او على زيت حامي جدا زي ما شفتي معانا. هتفضلي تقلبي فيها حوالي 3 4 دقايق كده على النار، مش اكتر من كده علشان ما تنشفش وتشد منك اهو. معانا هنا حبة بصل محترمين، دي بصلاية كبيرة كده بصي ما شاء الله حلوة يعني. ممكن تقطعيها مكعبات جوانح زي ما انت عايزة، انا مقطعاها جوانح بالشكل ده، بتدي شكل حلو جدا في الاكل. وكمان العين يا جماعة اللي بتاكل مش البق طبعا. العين لما بتشوف الحاجة حلوة اكيد بتحبها وتاكلها، وبالعين بتشبع يعني، اصلا الحاجة بتشبع منها. هنقلبها كده مع بعض تقلبتين لحد لما تدبل، بس معانا ما تديش لون، تدبل زي ما انت شايفاها كده. وهنبدأ نضيف الكبدة معانا. الكبدة دي احنا مقطعينها كده وغسلينها كويس جدا بملح وبليمون وبحبة دقيق، هي والقوانص مع بعض. بلاش الخل يا جماعة في الكبد والقوانص اهو.
بتقلبيها برضو التانية كده مع بعض لحد لما ما تحطيش المعلقة الا لما تغير لون زي ما انت شايفة. وهنضيف بقى الفلفل، ممكن تضيفي كمية اكبر من كده، بس انا حبيت ان احنا صيام وكده، فاللي هياخد سندوتش مش هي مرضتش اكتر الكمية، بس انت ممكن تضاعفي الكمية في البصل وتحطي خضار كتير كده، هيخلي طعمها حلو وهيدي قيمة غذائية عالية. يعني ما فيهوش اي ضرر او اي خسارة، هو حلو وهينفعك في كل حاجة. ضفنا بقى التوابل اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد. حبة شطة زي ما قلت لكم، عشان الفلفل طلع اللي هو الفلفل الحامي ده ما طلعش معايا حامي خالص. انا قلت ان هو حامي بس ما طلعش حامي خالص. هتضيفي بقى معلقه شطه، يبقى نص معلقه شطه، نص معلقه كمون، كزبره، فلفل اسمر، وحبه كده من السبع بهارات اهو. هتتقلب بالشكل دوت. وهنضيف بقى اخر اضافه للكبده، الكبد والقوانص، اللي هي يعني 3 4 فصوص من الثوم مفرومين بالشكل ده. هياخد يا دوب هنقلبها تقليبه وهنغطيها. عايزه اقولك بتنقل الكبد والقوانص في حته تانية خالص، حلوه جدا. جربيها وقولي لي برضو لو هي ما عجبتكيش، بس انا واثقه انها تعجبك. وريحه الكبد والقوانص دي هتجيب اخر الشارع ما شاء الله. بس دي بتضيفيها خلاص. انت كده نغطي دلوقتي، انا ما فصلتش الفيديو خالص. وادي كده تاني طبق معانا خلص. تعالوا بقى نعمل حاجه حلوه. هنعمل النهارده الكنافه بالقشطه. ده كده معانا كنافه. انا هديلك مقادير نص كيلو، نص كيلو بس، ملكيش دعوه بالمقادير اللي انا عاملاها دي. النص كيلو هياخد معانا دوت لبن ما شاء الله اللهم بارك. بص القشطه بتاعته تحفه ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يا رب يبارك فيهم اللي جايبينه يا رب كده، ويبارك في عمرهم بحق جاه النبي. كده معانا هنا كوبايتين لبن، هنضيف عليهم معلقه من الدقيق، معلقتين من النشا، 3 معالق من جوز الهند. معلقه دقيق، معلقتين نشا، 3 معالق جوز الهند. وبنقلبهم كلهم على البارد. ونص كوبايه سكر، ده مقدار الكوبايتين اللبن. طبعا الكميه دي ما شاء الله يعني كميه صينيتين مش صينيه واحده، فتقدري تضاعفي الكميه اهو. ودي سمنه اهي بنفكها على النار علشان خاطر الكنافه. طبعا القشطه ربطت معانا اهي ما شاء الله. خليها بالقوام ده، حاولي ما تقليش عن كده وما يكونش خفيف عن كده. دوت كده الشربات بتاعنا اهو حطيته، بس معلش كان التليفون فاصل وانا بعمل الشربات بتاع الكنافه دي. بيبقى عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، عليهم عصره ليمون وكيس فانيليا، وبيغلوا من 7 ل 10 دقايق على النار. دي بقى كده السمنه هنحطها على الكنافه. الكنافه دي صبحه مش بايته، بس طبعا لو انتي حطاها في الفريزر هتبقى اسهل واسرع جدا. والله انا عايزه اقول لكم عملت الاكل دوت ما خدش معايا وقت خالص ما شاء الله، لان كان المغرب دخل عليا وعملته بصراحه واستعجلت. طبعا بتحصل معانا كلنا. هنرص كده الكنافه بعد ما غلفناها كلها بالسمنه زي ما انت شايفه كده. بنحط طبقه كده بسيطه من تحت، بس نحاول نعمل الصينيه صور علشان خاطر ما تطلعش من الحشوه بتاعتها ما تطلعش منها. هتقولي لي طيب هنرجع بقى دلوقتي هقولك على موضوع معلقه الدقيق والنشا اللي بنحطه على اللبن. مبدئيا النشا بيربط. معلقه الدقيق اللي احنا بنضيفها دي بتخلي الحشوه كريمي جدا جدا. وممكن تضيفي بدل الجوز الهند معلقتين كريم شانتيه، بيدي طعم حلو جدا جدا برضو. بس طبعا انا ما كانش عندي استبدلتهم، فده بينفع وده بينفع، وده بيدي طعم جميل وده برضو زي هي نفس النتيجة، وبيبقوا حلوين قوي. وبألف هنا وشفا يا رب كده لكل اللي كل منه يا رب، وكل اللي بيشوفه. صلوا على النبي يا جماعة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنعمل الطبقه دي كده، حاولي تعمليها سميكه شويه علشان خاطر ما تسربش منك. انا برضو بقول لكم ليه، علشان خاطر هي عملت مني كده. عملت الطبقه يعني مش كنت عايزاها كتير، فيعني
لطشت كده بسيط، ومرضتش بصراحة ما صورهاش عشان برضو كل واحد يعرف، يعني كل واحد يعرف يعني انا عملت حاجة فيها غلط، لا ما اوريكوش الحلو بس، لازم تشوفوا الحلو معايا والحاجات اللي وقعت فيها اخطاء. بس هي عامة مش خطأ، كان شكلها حلو جدا وطعمها كان احلى واحلى بصراحة، وهتشوفي معانا في نهاية الفيديو. اهي بصي لما انا حطيت، لما انا ضفت كده الحتة اللي خرجت دي هي اللي نزل منها القشطة او المهلبية دي، علشان كده عملت البقعة اللي انت هتشوفيها في الصينية في الاخر دي. بس والله ما كانت مؤثرة عليها خالص، ولا شكل ولا طعم، بصراحة كان لونها جميل جدا وكان طعمها احلى واحلى. وعايزة اقولك ريحتها دي كانت تحفة. اضافة جوز الهند للمهلبية بيدي يعني بينقلها في حتة تانية. اهو بتحطي بقى برضو الطبق اللي فوق من فوق دي زي ما انت شايفة كده، وحاولي ما تضغطيش جامد علشان الحشوة ما تطلعش منك لفوق. اهو صلوا على النبي يا جماعة، وبصوا واذكروا الله كتير وسبحوا كتير الفترة دي، وادعوا ربنا كل اللي نفسه في حاجة ربنا يكرمه بيها يا رب، ويديله اضعاف اضعافها، وانا معاكم ان شاء الله. اهو بتدسي كده بايدك عليها من فوق كده. بقى هتدخليها الفرن. انا دخلتها قبل يعني ما كان، ما خدتش معايا، بس ما شاء الله ما شاء الله حاجه. دي الصينيه التانية. تعالي بقى نعمل شويه سمبوسك بالجبنه كده برضو جنبي، يعني طبق جانبي برضو كده. عايزه اقولك من كتر الكركبه انا ما بقتش عارفه الف السمبوسك، وهتشوفي معايا دلوقتي والف الفها شمال والفها يمين ومش قادره تيجي. احنا حطينا جبنه ومعانا فلفل حامي وفلفل بارد ولانشون وزيتون اسود وزيتون اخضر وحبه زعتر على الجبنه. ممكن تحطي لها لحمه مفرومه، ممكن تحشيها يعني اي حشوه انت بتفضليها او بتحبيها في الحاجات دي تحطيها. بس طبعا والله العظيم كانت تحفه بصراحه، مش كانت جبنه وكانت حاجات بسيطه، كانت احلى بصراحه من اللحمه 100 مره. بصي بقى اللبخه بتاعت دخول المغرب دي، اكيد الف حد هيشوفني دلوقتي وهيقول لي انا بعمل زيكي بالظبط. عايزه اقول لكم كنت مستعجله، وانا لما بكون مستعجله ما بترضاش تتعمل معايا اصلا يعني. بصي اهو اخيرا ما شاء الله، اخيرا ان الوحي نزل دلوقتي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. هتلفيها بالشكل ده ودي معانا معلقه دقيق ومعلقه ميه زي صمغ كده هيلزقها. اهو اول واحده بس كده هي كانت الضحيه معانا، علشان زي ما قلت لكم ان الوقت دخل عليا وما بقتش عارفه اصلا، كنت مستعجله. حتى ابني اللي كان بيصورني في الوقت دوت وكان ماسك التليفون زي ما انتم شايفينه كده. اهو بتلفيها زي القرطاس كده على ايديكي، ولما تكوني مستعجله. انا لو طبعا الوقت دخل عليا زي ما قلت لك، بصي اهو وبتساوي بقى. بصي اهي ما شاء الله بتظبط معايا علشان خاطر ايدي خلاص، بس علشان مستعجله فهي يعني كركبه بس. اهي بتحطي برضو حبه دقيق، بصي حبه دقيق كده بسيط اهي، وبتتلزق معاكي. عاوزه اقول لك طبق السمبوسك ده كان جميل جدا جدا، مع اني ما عملتش غير كام واحده كده عشان المغرب اذن عليا، وحتى ما عملتش عصير، حطيت بلح. اللهم لك الحمد. وعدت اهو. هنحشي كده كام واحده مع بعض وهنقليهم، وهوريكي دلوقتي شكل الفطار بتاعنا كان عامل ازاي. ما كنتش بصراحه متوقعه ان انا هنجز الفطار دوت بالسرعه دي، لان كان المغرب زي ما قلت لكم دخل. وطبعا في الصيام لازم تعملي حاجه حلوه، لازم تعملي كوبايه عصير كده يعني. اهو بتحشيها كلها زي ما انت شايفه كده، وبترجعي تحطيها في زيت يكون سخن وغزير علشان خاطر ما تستويش منك حته وحته لا. اهو دي كده للبنوتات اللي هي ايه لسه بتتعلم تعملها، مع اني انا في موضوع السمبوسك دي اصلا
في الكركبة اللي انا فيها دي كأني لسه بعملها لأول مرة. سبحان الله. اهي اتلزقت كلها زي ما انت شايفة كده، وهنحمرها في الزيت التحمير العادي جدا. اهي ايوه كده. بتقلبيها بقى على حسب اللون اللي انت عايزاه، ممكن تحمري عن اللون اللي انا عملته، وممكن تفتحي شويه. او ايه رايكم بقى في الفطار بتاعنا؟ بسم الله ما شاء الله. غسلنا جرجير، وادي زيتون، وادي الكبده اللي معانا اهي غرفناها في الاطباق كده، وادي المكرونه ما شاء الله اللهم بارك، وادي طبق السمبوسك الصغير جدا اهو. عاوزه اقولك والله كان تحفه بصراحه بصراحه يعني. وادي كده البلح معانا، وادي صينيه الكنافه الجميله قوي 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 بصراحه، اللي عدت الحدود والله العظيم. اعمليها بالطريقه دي وبصراحه هتدعيلي جدا جدا عليها، وليكي اضعاف الدعوه يا رب اللي تدعيها ان شاء الله. تعالي بقى كده اوريكي صينيه الكنافه لما نقطعها مع بعض، اوريك قد ايه هشه من جوه وطريه وزي الزبده. بصي لونها اللهم بارك. دي كانت وصفتنا النهارده، وده كان فطارنا. يا رب يكون فطارنا عجبكم، ويكون سهل وبسيط كده، ويشجع اي حد يعمله كده لو مستعجله زي حالاتي او وراكي حاجه. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك، بالله عليكي حطي لي لايك كده، ودوسي واشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس على الكل، عشان كل لما انزل وصفه ينزل لك كل جديد. اهي بصي بسم الله ما شاء الله عامله ازاي من جوه، تحفه اهو. بصي عامله ازاي اللهم بارك، زي العسل. كمان لما بتقطعيها بتبقى حلوه جدا جدا. يلا صوما مقبولا وافطارا شهيا، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب كده يجمعنا مع بعض كده على خير دايما، ونكبر كده مع بعض، ونبقى اكبر عيله ان شاء الله في الدنيا. بحبكم في الله، واشوفكم على خير. سلام عليكم.